غنانين جعانين يا ناس، جعانين مجوعاهم انا، معلش ما تزعلوش مني، انا اسفه لكم بجد والله. جبت لكم الاكل اهو حبايبي الصغننين. يا جماعه لو سمحتوا لايك كده وشير، ما تنسوش اللايك، دايما بتنسوا اللايك يا حبايبي، جعانين جدا يا حرام مني لله عشان انا مجوعاهم والله بجد يا حبايبي صغننين اللايك عشان نكمل الفيديو مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك، كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله كل حلقة لازم ابدأها بكل سنة وانتم طيبين. فعلا اتمنى لكم كل حاجة كويسة، وان ربنا يا رب يجعلنا كلنا طيبين في ارضه. طبعا ما شاء الله شايفين دلوقتي الجرجير بدأ يكبر ازاي، وما شاء الله ورعرع. الموضوع ده يا جماعة مخليني مبسوطة جدا جدا جدا، يعني فعلا من احسن الحاجات اللي مريت بها في حياتي. يعني الواحد مر بحاجات كتير وبتجارب كتير، وكنت ادخل في مشاريع كتير وادخل في حوارات كتير، الا ان كان فعلا تجربة الزراعة على السطح كانت من اجمل التجارب. بقيت الاقي نفسي قوي ممتعة، حياة ممتعة فعلا. ان الواحد يجي من بعد يوم شق تعب ويجي على طول قاعد كده على السطح، يشوف الخضرة، يشوف الطيور، احساس جميل، احساس جميل. واتمنى كل الناس اللي حواليا وكل جيراني وكل اصحابي اللي بيشاهدوني يطبقوا التجربة دي. ما شاء الله انا فرحانة جدا. وكمان ما شاء الله الفجل عشان انا زرعاه متأخر بدأ فعلا ينبت اهوت. الفجل بدأ ينبت ما شاء الله. انا على فكرة بحب الفجل عن الجرجير الفجل زرعناه في الاول ما نفعش، بس لما زرعناه تاني ما شاء الله طلع اهوت. وكمان رحنا المشتل وجبنا فلفل، شتلة فلفل يعني الفلفل مش بيتزرع بقى بذور، بنشتروه من عند الراجل بتاع المشتل. جبنا فلفل كتير كده. وطبعا مش هنسى الفلفل الحراق، لان انا فعلا بحب الفلفل الحراق عن الفلفل البارد. والشجره بسم الله بدات برضو تطلع اهي. يعني ما شاء الله انا شايفه كل حاجه على السطح بدات تبقى تمام جدا جدا. وكمان جبنا بتنجان، ودي شجره بدات تتمدد شويه كمان اهيت، اللي هي ام الفواكه. انا هموت وادوق طعم الفاكهه بتاعتها، يعني مستنياها تطلع الثمار بفارغ الصبر، كل يوم مستنياها كده، علشان فعلا بيقولوا ان طعمها حلو قوي. يا ريت اللي يجرب طعمها يكتب لي في الكومنتات طعمها عباره عن ايه. اللي هي البشورت او ام الفواكه، عندنا في مصر بنسموها ام الفواكه. يا ريت اللي يجرب طعمها يكتب لي في الكومنتات طعمها عباره عن ايه، يعني مانجا ولا خوخ ولا موز ولا ايه بالظبط، ولا كوكتيل زي ما انا سمحت كده. وطبعا دي التكعيبه بتاعتها، كل يوم لازم اصبح على الطيور الحلوين اللي انا بحبهم ما شاء الله. برضو النهارده اهوت ما شاء الله. من كتر ما الواحد حابب التجربه بدأنا في عمل تصنيع كمان صندوق، بس هيبقى صندوق ارضي. وبرضو عايزاكم تقولوا لي في التجربه في الفيديو في التعليقات ان التجربه دي هتنفع ولا لا. هنعمل صندوق كبير كده، صندوق كبير يعتبر حوالي اكتر من 6 أو 5 متر في عرض 1.25 متر اهوت. بس النباتي هنعملوه على الارضي، وهنعملوه مدرجات، عشان هنزرع فيه بقى ايه، باميه وملوخيه وكوسه وخيار وقته، هنزرع فيه كل حاجه. المهم انا عايزه اعمل اكتفاء ذاتي بكل حاجه بشتريها، يعني مش عايزه اشتري حاجه من السوق، كل حاجه عايزه اشتريها، كل حاجه عايزه ازرعها. لان فعلا هرجع تاني اقول لكم اللي مش هيزرع ويربي مش هيعرف ياكل. انا وعدتكم ان كل يوم هقول الكلمه دي لحد ما احس فعلا ان انا فعلا بقيت مكتفيه بكل حاجه، وكل حاجه موجوده عندي. بقيت وانا ماشيه بدور على اي حاجه ازرعها، يعني وانا ماشيه. يعني مثلا كان عندي بصله اهوت، بصله خضراء، انا ما اعرفش هي هتنفع ولا لا. يا جماعه انا في التجربه دي لاول مره، اكتبوا لي في الكومنتات هو اللي انا بعمله ده صح ولا غلط. يعني بصله زي دي ممكن تطلع، يعني لو زرعتها كده هتطلع وتبقى كويسه وتمام التمام. اكتبوا لي برضك في الكومنتات علشان انا باخد الخبره منكم، يعني انا مش صاحبه خبره. تاني حاجه وانا ماشيه برضك جبت كيس كده فيه نعناع، ونعناع يعني الكيس اهوت. وانا بشتري حاجه من عند حد لقيت فيه نعناع، جبته
وزرعته زي ما انتم شايفين كده. ده نعناع اخضر مش نعناع سعودي زي اللي عندي في البلكونه. ده نعناع اخضر. انا بحب النعناع جدا لان الشاي من غير من نعناع ما ينفعش طبعا. ما حدش يعارضني في الحته دي. الشاي نعناع او قرنفل بيبقى جميل. المهم يا جماعه انا عايزه اقول لكم ان انا مبسوطه جدا جدا بالتجربه ديت، واتمنى من الله انكم كلكم تطبقوا على قد ما تقدروا. هنصب على الفراخ الصغننه بقى. هنصب على الفراخ الصغننه. انا قافله عليهم بقى عشان السطح بيبقى عليه عرس وبيبقى عليه حاجات. ربنا يبعدهم عننا يا رب. فرخي طالع. ده ما صدق فتحت له الباب. ده باين له هيبقى فرخ مجرم شكله كده. لا شكلهم جعانين صراحه. هما باين عليهم جعانين وعطشانين. معلش بقى لو في اهتزاز في الكاميرا عشان انا بصور. صباح الخير يا حلوين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. على فكره يا جماعه الفراخ دي انا شاريها برضك من قناه وفر في بيتك منوعات. ما شاء الله حلوين. شكلهم جعانين قوي ما شاء الله. يعني عايزين يحط لهم اكل لان فعلا انا ما بحطلوش الا مره واحده في اليوم. من بالليل كده من العصر كده لتاني يوم اما اجي من الشغل. بس لا انا هغير النظام ده. احط لهم على الاقل مرتين في اليوم. بسم الله ما شاء الله كبروا بقوا جمال خالص. يلا ما تنسوش بقى يا جماعه اللايك والتعليق الجميل. انا عايزه القناه تكبر وهتكبر بيكم ان شاء الله. انا متاكده من كده. عندي احساس كده ان هي هتكبر بوجودكم معايا. الباب وقع. دايما بحب اوريكم المناظر الجميله. النيل يعني بحس انكم بتستنوا الفيديو مخصوص علشان تتفرجوا على النيل. نيل مصر بالذات الناس اللي هم خارج مصر في الدول التانية. يعني الجو كان مش مظبوط عندنا بقاله كام يوم. بقول لكم انا بفكر في حاجه. بفكر اجيب خليه نحل لان انا ورايا ارض اهوت. وبرده قولوا لي في الكومنتات لو انا جبت خليه نحل على السطح مع الطيور والزرع والحاجات دي هيبقى فيها مخاطر ولا لا. لان انا كمان بحب العسل وبشتري منه كتير. فليه ما اجيبش خليه فوق السطح؟ اكتبوا لي في الكومنتات. وما تنسوش اللايك والشير. ويومكم سعيد.